انت دلوقتي فاتح الحلقة دي غالبا عشان تهرب من حاجة تانية، وراك مذاكرة بقى، تقرير في الشغل، مشوار مأجله من سنة 2010. ما تقلقش، انت مش لوحدك. لو انت بتسمع الحلقة دي وانت وراك حاجة من الحاجات اللي انا قلتها، او حتى وراكي مواعين قد كده في الحوض، فاهلا بيك في النادي اللي انا سميته نادي التسويف الرياضي. نادي الناس اللي هم مقتنعين انهم ايه، هبدأ بعد شوية. شوية دي بقى ممكن تبقى 10 دقايق، ممكن تبقى بكرة، ممكن تبقى السنة الجاية، وممكن تبقى عمرك كله. تعالى بقى اقول لك الحقيقة، التسويف مش كسل، ومش انك انسان فاشل، ولا انك ما عندكش طموح. شفت يا عم، ظبطك اهو. التسويف ده هو حرب داخليه بين نسختين منك. نسخه انا سميتها انا دلوقتي، ودي نسخه بتكون عايزه تنتخ، عايزه راحه، عايزه دوبامين، عايزه شيبسي وبيبسي دلوقتي حالا، يعني بتكون عايزه احساس حلو وفوري. والنسخه التانيه اسمها انا بكره، ودي النسخه اللي المفروض تشيل الشيله وتتحمل الضغط وتدفع ثمن كل التأجيلات دي. مشكلتنا بقى ان احنا بنثق فانا بكره اكتر ما بنثق في نفسنا دلوقتي. خليني اقول لك حاجه غريبه شويه، وركز معايا علشان ما تتوهش مني. عقلك مش شايفك في المستقبل على انك انت، واحده واحده بس. عقلك لما بيفكر فيك في المستقبل بيشوفك انك واحد تاني. هقول لك ازاي. في دراسات اتعملت اثبتت حاجه غريبه جدا. لما بتفكر في نفسك كمان كام سنه، المخ بيتعامل مع النسخه دي على انها شخص غريب، واحد تاني خالص ملوش علاقه بيك. فايه اللي بيحصل لما حضرتك بتيجي تاجل؟ انت بتكون حاسس انك بترمي الحمل على حد تاني، حد غيرك. انا بكره هو اللي هيستحمل، انا بكره هو اللي هيصحى بدري، انا بكره هو اللي هيصلح اللي انا بوظته. بس الحقيقه المره ان الحد ده هو انت برضه. علشان كده يا سيدي الفاضل، التسويف مش كسل، التسويف هو قله تعاطف مع نفسك المستقبليه. انا عامل الحلقه دي بقى ومش جاي اقول لك قوم اشتغل يا فاشل. الحلقه دي جايه تفك لك اللعبه كلها اللي دماغك بتلعبها عليك كل يوم وانت مش واخد بالك. تعالى بقى نفتح الجمجمه الحلوه دي ونخش شويه جوه المخ. هنلاقي في نظامين شغالين جوه المخ، بس نائر ونقير، الاتنين ضد بعض. اول نظام فيهم الجهاز الحوفي، وده انا بسميه الطفل المدلل. وده اقدم جزء في المخ، بدائي جدا ومسؤول عن المشاعر واللذه والهروب من اي وجع. الطفل ده عايش بمبدأ واحد ملوش تاني، انا عايز اتبسط دلوقتي حالا. المذاكره يقول لك ممله، الجيم يقول لك فرهضه، مكالمه شغل تقيله، توتر وقلق. انما فيديوهات قصيره وتيك توك وريلز، ايوه هو ده بقى يا معلم. هو ده سكر الدماغ، سكر سريع ورخيص وبيدمرك على المدى البعيد. بس الطفل ده مش مهتم، هو المهم عنده انه يتبسط دلوقتي. تاني نظام هو القشرة الجبهية، وده بقى المدير اللي هو صوته واطي. ده الجزء المسؤول عن التخطيط وضبط النفس، واننا نأجل المتعة دلوقتي علشان مصلحتنا. بس عارف ايه المشكلة؟ ان المدير ده محترم بزيادة وصوته واطي وهادي وبيستهلك طاقة كبيرة علشان يشتغل. انما الطفل المدلل صوته عالي، رد فعله سريع، وعايز مكافأة فورية يبل بيها ريقه. فكل مرة بتقول فيها انا هبدأ من اول الشهر او اول ما اي حاجة تحصل، ده للأسف ما بيكونش قرار عقلاني منك، ده ببساطة بيكون إعلان انتصار للجزء البدائي أو الطفل المدلل اللي موجود في مخك على حساب الجزء العاقل. يعني كده 1-0 للطفل المدلل. ركز معايا بقى في النقطة اللي جاية دي علشان دي الزتونة كلها. انت في الحقيقة ما بتأجلش المهمة نفسها، انت بتأجل الإحساس اللي المهمة دي بتسببه لك. يعني انت بتهرب من إحساس التوتر أو خوفك من إنك تطلع مش قد الشيلة، بتهرب من الملل القاتل، أو حتى من سحلة الحيرة انك مش عارف تبدا منين بالظبط. فدماغك بتيجي بمنتهى البساطه بتقول لك فكك من وجع القلب، بلاش الاحساس البايخ ده، مش وقته دلوقتي، وقوم بينا تعالى نروح لحاجه سهله ولذيذه. فانت يا صاحبي بتيجي بتعمل تنظيم مشاعر سريع ومؤقت، فبتهرب من وجع لحظي انك تريح نفسك دلوقتي. بس للاسف الطريقه دي بتدمر مستقبلك بالبطيء. طيب سؤال مهم بقى، هو ليه الاحساس ده بيبقى تقيل للدرجه اللي تخلينا نهرب؟ يعني ليه مجرد اول ما تيجي تبتدي بتحس ان انت متوتر او مشلول او مخنوق قلقان؟ هنا بقى بنخش على أخطر سبب في التسويف، الخوف من الفشل. اسمع بقى، وأحيانا الخوف من النجاح. اللي يخوف بجد بقى إننا أوقات كتير بنأجل مش علشان مش قادرين، لكن علشان خايفين نجرب بجد. لأنك طول ما أنت مأجل عندك شماعة تعلق عليها بتقول إيه، أنا مأجل بمزاجي، بس لو عايز أخلص هخلص. لكن لو جربت بكل طاقتك وفشلت، هنا بقى مش هيكون عندك حجة، والنتيجة هتكون واضحة ومؤلمة لكرامتك. فدماغك بتختار ان هي تفضل موجودة في منطقة الامان، منطقة انك عندك امكانيات بس انت اللي مش عايز تطلعها. والاغرب من كده بقى ان في ناس بتخاف من النجاح نفسه. ازاي؟ لان النجاح معناه مسؤولية اكبر وتوقعات من كل اللي حواليك انك هتفضل جامد طول الوقت، ومفيش رجوع لشخصيتك القديمة تاني، الشخصية اللي كانت مأنتخة. وده كنت شرحته بالتفصيل في حلقة قبل كده. المهم العقل بذكاء بيقول لك ايه، خلينا هنا يا عم، خلينا في المضمون، ولا ننجح ونتعب ولا نفشل ونتفضح، وبيفضل حبسك في مكانك. طيب سؤال تاني، طالما العقل عايزك تفضل واقف في مكانك، ليه ما بيقولكش بشكل صريح ما تشتغلش؟ لا، هو العقل اذكى من كده، هو بيديك حجه منطقيه ومهذبه تخليك تحس
انك شخص واعي مش كسلان. يعني في كذبه كبيره جدا دماغنا بتعشق انها تصدقها، وهي جمله ايه؟ انا هبدا اول ما احس ان في المود. يا جماعه تعالوا نكون واقعيين شويه. المود ده مش بيجي لوحده كده. يعني محدش فينا بيصحى من النوم فجاه حاسس ببهجه كده وطاقه جباره ويقول يا سلام ايه الجمال ده، انا هقوم اخلص التقرير التقيل اللي ورايا. الكلام ده في الافلام بس. الحقيقه اللي العلم بيقولها العكس تماما. الفعل هو اللي بيخلق المود، مش المود هو اللي بيخلق الفعل. في علم النفس في قاعده ذهبيه بتقول ايه؟ السلوك يسبق الدافع. يعني بلغتنا كده الحركه بتجيب بركه، بمعنى انك لو زقيت نفسك وابتديت تشتغل شويه وانت مش طايق، عقلك بيبتدي يتاقلم وبتحس بعدها انك عايز تكمل. انما لو فضلت قاعد مستني الاحساس الصح او اللحظه المثاليه، فاحب اقول لك انك مستني حاجه عمرها ما هتيجي، وهتفضل محلك سر لحد ما العمر يفوت. بس عشان اكون منصف معاك ومش قاسي، الحقيقه ان مش كل تاجيل بيكون غلط. في تسويف حميد وفي تسويف خبيث. يعني مثلا لو انت بتسيب فكره علشان تخمر كده في دماغك وتكبر، ده بنسميه تخمير ذهني، وده بيكون مفيد جدا. بس ازاي تفرق بينهم؟ الفرق بسيط وواضح. التسويف الحميد ده لما انت بتسيب حاجه شويه وتيجي ترجع لها تلاقي نفسك طاقتك حلوه كده واوضح وعندك رؤيه احسن. انما التسويف الخبيث لما بتلاقي التاجيل ده بيحسسك بالذنب ويضغط على اعصابك، وبتحس انك بتهرب من حاجه خايف منها. اسال نفسك دلوقتي، انا باجل علشان افكر ولا باجل عشان اهرب؟ خد المثال ده عشان تفهم قصدي. واحد فضل سنه كامله بيقول انا بظبط خطه المشروع، كان كل يوم بيهرب من الوجع بتاع التنفيذ والنزول على ارض الواقع وبيروح للراحه بتاعه الخيال والتخطيط على الورق. بعد سنه السوق اتغير وجه واحد تاني نفذ الفكره بخطه نص نص بس نجحت معاه جدا. صاحبنا ده بقى ما كانش محتاج سنه تفكير، هو كان محتاج بس يستحمل شويه القلق اللي في الاول اللي بيجوا مع اي بدايه جديده. طيب بما اننا مش جايين الحلقه دي علشان نفهم بس، احنا جايين علشان نكسب الجوله. انا جهزت لك العده بقى اللي هتخليك تخلص من التسويف ده للابد. ركز معايا. اول حاجه قاعده الخمس دقايق. قول لنفسك انا مش هخلص المهمه ولا هعمل مجهود جبار، انا هشتغل 5 دقايق بس، او هعمل ده 5 دقايق بس، واستمتع بقى بالسحر. ال5 دقايق دول هتلاقي نفسك دخلت في ساعتين 3. لان اكبر مقاومه في التسويف هي بدايه الحركه. فانت اول ما بتبتدي مخك بيتحول من وضع المقاومه لوضع التنفيذ. وفي علم النفس ده اسمه الزخم السلوكي. الجسم اللي بيتحرك اسهل بكتير انه يكمل من الجسم اللي لسه واقف محلك سر. تاني حاجه تقنيه البومودورو، 25 دقيقه شغل و5 دقايق راحه. الموضوع مش تنظيم وقت، هو تنظيم طاقه. مخك مش متصمم يركز ساعتين ورا بعض، هو بيحب الجولات القصيره. ولما بيكون عارف ان في راحه جايه والراحه دي قربت، خناقه الطفل المدلل اللي جواه بتهدى، كانك بتقول له ما تقلقش مش هنعذبك كتير. تالت حاجه صغر المهمه لحد ما تبقى مضحكه. يعني بدل ما تكتب في الجدول انا هذاكر كيمياء، اكتب انا هفتح الكتاب هقرا عنوان الدرس، هحل سؤال واحد بس. لما المهمه بتبان ضخمه مخك اوتوماتيك بيترجمها ان هي تهديد وبيهرب منها. لكن لما بتبقى تافهه وصغيره مخك بيترجمها ان هي امنه، والمخ دايما بيختار الامان. رابع حاجه اقفل ابواب الهروب. انت مش ضعيف، انت انسان. وادمان المشتتات دي حاجه حقيقيه. الموبايل وهو جنبك بيبقى كانه بالظبط كيس شيبسي مفتوح قدام واحد عامل دايت. فبلاش تختبر ارادتك على الفاضي. هندس بيئتك، خلي الموبايل على الاير مود، ارميه في اوضه تانية، نظف مكتبك. اوقات كتير الانضباط مش بيكون قوه اراده، بيبقى مجرد انك قفلت الباب في وش الشيطان. خليني اقولك الخلاصه من غير تجميل ولا تزويق. التسويف مش عيب في اخلاقك ولا نقص في رجولتك، هو مجرد مهاره سيئه في اداره مشاعرك. انت مش محتاج تتحول لشخص جديد ولا محتاج وحي ينزل عليك. انت كل اللي محتاجه انك تتعلم ازاي تبدا وانت حاسس بالملل، وازاي تتحرك وانت حاسس بعدم الراحه. لان الحقيقه اللي لازم تفوق لها هي ان الحياه مش بتتغير لما انت تبقى جاهز، الحياه بتتغير لما انت بتتحرك وانت مش جاهز. تعال اديك واجب بقى دلوقتي تعمله، مش بكره ولا الاسبوع الجاي ولا حتى بعد شويه لما الحلقه تخلص، لا دلوقتي حالا اول ما الفيديو يخلص. اختار حاجه واحده بس مدتها دقيقتين كنت مأجلها، ابعت رساله بقى كنت خايف تبعتها، افتح الملف اللي انت مأجله بقالك اسبوع، اغسلي طبق واحد في الحوض، او اكتب لي كومنت مثلا مأجله. يعني اعمل اي حاجه ما تقعدليش كده، بس عشان تكسر الوهم الكبير ده، وهم ان بكره هو اللي هيبدأ في التغيير. لان الحياه الوحيده اللي انت تملكها فعلا وموجوده بين ايديك هي دلوقتي، مش بكره. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.